نحن وصلتنا لهون، نحن وين هلا؟ نحن الآن أما على أعتاب حرب أهلية، وأما بحرب أهلية مؤجلة، وأما بحروب أهلية غير منجزة بس محمولة على أفرادنا وعلى ناسنا وعلى بيئاتنا ومجتمعاتنا. لأنه هالآن باللحظة اللي أناك عم نحكي فيها في طائفة تشتم طائفة وتكفر طائفة أخرى. بهي اللحظة اللي عم نحكي فيها أنا لما بكفرك مو بس عم بقتلك بالدنيا، عم بقتلك بالدنيا وبالآخرة معا. يعني ممنوع على الله أنه يستقبلك. تصور أنا بنوب على الله بتكفيرك بحيث أنه أنت ما تستقبل حتى بالآخرة. يعني ما بدفنك فقط بالحياة، أيضا بدفنك بالآخرة. والكل عم بكفر الكل مشان مصيرك بالدنيا والآخرة عندي. مصيرك بالدنيا والآخرة عندي. أنا عم بكفرك. وبالمناسبة الكل عم بكفر، بيرجع بعيد، الكل عم بكفر الكل. الكل يا بكفر ثقافيا يا حضاريا يا عقائديا دينيا، بس الكل مكفر الكل لأنه ما بيعرفوا بعض. لو تعرفوا على بعض من البداية بتعرف شو كان صار؟ بحقائق، بالحقائق الحقيقية اللي ما فيها أي كذبة، بتعرف شو كان صار؟ من سوريا مثل ما بتحكي مرات بالضبط. كل واحد فيهم يعرف الثاني تماما بكل حقائقه العقائدية والثقافية والروحية وعلى كل مستوى. بتعرف شو كان صار؟ كان صار واحد من اثنين. إما عملوا حرب أهلية وخلصونا من زمان وخلصنا من القصة بدل ما هي مؤجلة وتعطل بالتراكم هذا، وأما توافقوا على عقد اجتماعي يسمح لهدول الناس بأنه يعيشوا مع بعض. لما هدول الناس يعيشوا مع بعض المسألة كثير سهلة، ما أنا صعبة. والآن ما أنا صعبة، ما أنا صعبة أبدا أبدا أبدا. وهي إن يرجعوا يتعرفوا مع بعض، يتعرفوا على بعض. إنه تعال نشوف أخي، نحن مع بعض موجودين بجغرافيا، هاي جغرافيا فيها قمح وفيها عنب وفيها نفط وفيها بحر وفيها زبيب، وبدنا نتبادل بمواردنا. نحن بدنا نعيش مع بعض مشان نعيش أفضل. لازم تكون هاي المساحة متوفرة لنا كلنا مشان أسواقنا تتسع ومنتجاتنا تتسع ومواردنا تصير أفضل، ونعمل حركة تبادل بضاعة يا أخي. كل واحد يغني غنايته.